ركز معايا، الدقيقة اللي جاية ممكن تفرق معاك بقية حياتك. أثبتت الأبحاث العلمية مؤخراً إن جسم الإنسان مصمم للانحناء بوضعية القرفصاء أثناء الحمام، ودي الطريقة المتبعة من آلاف السنين لغاية لما ظهرت أعداد الحمام الحديثة. للأسف التطور ده كان سبب مباشر للعديد من الأمراض زي البواسير، الإمساك، التهاب القولون، التهاب الزايدة، وسرطان القولون. جامعة ستانفورد مش بس بتوصي بوضعية القرفصاء للوقاية من أمراض القولون، ولكن أكدت إن وضعية القرفصاء مطلوبة للعلاج من الأمراض دي. المبدأ العلمي بسيط وسهل، ده القولون اللي بتتجمع فيه فضلات الأكل وبعدين بتتنقل للأسفل عند العضلة المسؤولة عن خروج الفضلات. طريقة الجلوس في الحمامات الحديثة بتخلي العضلة في وضعية بتسبب اختناق في القولون، ولكن وضعية القرفصاء بتخلي العضلة في حالة استرخاء كامل ما بيسببش أي اختناق، والعملية دي بتساعد على عملية إخراج سهلة وصحية. وبما إنه صعب إننا نخلص من كل حمامات العالم، بالإضافة إن عضلاتنا مش هتساعدنا لعمل القرفصاء بعد العمر ده كله، الحل اللي بنقدمه بسيط وسهل، وهو القعدة الصحية، لأنها ببساطة مصممة عشان تساعدك لعمل وضعية القرفصاء بدون مجهود، بالإضافة إن التصميم بيسمح لك بالتخزين تحت قاعدة الحمام. القعدة الصحية الحل الآمن البسيط والفعال واللي بيوصي بيه الأطباء. خد خطوة بسيطة تجاه صحتك، ولكن الفرق اللي هتحسه كبير، وياريت تشاركنا تجربتك بعديها. قولون سليم يعني حياة سعيدة.